هو ليه الكبسه اسمها كبسه؟ انا هقول لك. هو اي حد يعرف يعمل رز الكبسه حتى لو ما بيعرفش يطبخ. الضحى بيحاولوا يقولوا كده، عاملين حاجه اسمها ايزي رايس، رز صياديه، رز شرقي، رز محشي، ورز الكبسه. عشان نسخن المنافسه جبت طبق رز كبسه من اشهر المطاعم اللي بتعمل الاكلات. ننزل بمكعبين الزبده في الحله بتاعتنا، نقلب بقى الرز مع الزبده بتاعتنا، وبعد كده ننزل عليهم ب 600 مللي ميه سخنه، وننزل بكيس التوابل الشقي، نقلب كله مع بعضه ونوطي النار ونسيبها لمده من 20 ل 25 دقيقه. وادي شكل الرز بعد ما طلع. بسم الله. طعم الرز لطيف وبيقطم، في كميه بهارات كتيره، بس الطعم الغالب او اللي واضح زنجبيل وكركم مع الشطه. الضحى. بسم الله. انتوا عاملين حاله جميله قوي في الرز ده، الرزايه نفسها جودتها محترمه قوي. انت حاسس بكل توابل الكبسه، طعم القرفه موجود، الحبهان، الجنزبيل، القرنفل، مع لمحه الشطه الخفيفه، فالطعم خطير. الكبسه اتسمت كبسه عشان كل مكوناتها بتتكبس او بتطبخ مع بعض لحد ما تستوي وتقدر تاكلها. بس بيقول لك الكبسه اصلها مش عربي، لو تعرف اصلها فين اكتب لي في الكومنتات.